وفيلمنا بيبدأ مع واحدة عجوزة اسمها لو وعايشة في بيت في الغابة، وبتكون عايشة على صيد الغزلان علشان تاكل منها هي والكلب بتاعها واللي بيكون اسمه جاكس. وبتكون لو شاطرة جدا في الصيد لدرجة انها قتلت غزالة في مرة، وكانت بتقول انها اخطأت الهدف ب10 سنتي بس. وتاني يوم بتروح السوق علشان تشتري اكياس بلاستيك من واحد اسمه روك، وبعدها بتروح مكتب البريد اللي تبع القرية اللي هي فيها علشان تسحب فلوس. وبتسمع في الاخبار عن رئيس ريغان وخلافاته مع ايران، وده بيكون بسبب حرب الخليج الفارسي وبسبب انقلاب 1952. ولكن موظفة البريد بتنده عليها وبتسحب لها كل فلوسها من البريد. وبتعرف لو من الاخبار ان في عاصفة قوية جدا هتبدأ بالليل، وبيكون في تنبيه على اهالي القرية انهم يخلوا بالهم من نفسهم ويخلوا كمان بالهم من الوساطة الكهربائية لان العاصفة هتعدي عمودية على القرية. وحذروا كمان ان ممكن يحصل فيضانات في المناطق الساحليه. ولما بترجع لعربيتها بيتقابل ضابط رانكن واللي بيكون بيلعب مع جاكس وبيسالها عن اخبار الصيد في الغابه، ولكن بيكون واضح ان لو مش عايزه تتكلم معاه، وكمان بترد عليه ببرود وبتسيبه وتمشي. وبنروح لواحده اسمها هانا وبتكون عايشه في الغابه مع بنتها فيه، وبتكون بتلعب معاها لعبه الاستغمايه لحد ما بتيجي لو بتقول لها على ايجار البيت. وبتكون هانا ما بتحبش لو خالص. ولما لو جت تمشي بالعربيه كانت هتخبط بنتها، وقالت لهانا بعرفي بنتك ان العالم مش ملعب تجري فيه. وبعدها بيجي واحد اسمه كريس وبيكون بيحاول يتقرب من هانا بعد ما عرف خبر وفاة جوزها من 3 شهور، ولكن هانا بتكون مخبيه على بنتها ان ابوها مات. وبيقول لهانا اذا كانت محتاجه اي حاجه يجيبها لها، ولكن هانا شكرته وانها مش محتاجه اي حاجه. ولما بتبدا العاصفه بتخرج له من بيتها وبيكون معاها كريك حفر، وبتروح بيه الغابه وبتحفر في مكان غريب. وفي نفس الوقت بيكون كريس ماشي بعربيته وبيشوف واحد واقف في المطر وبيركبه معاه، وبيفضلوا يتكلموا وبيشوف معاه كتاب عن الموت. وقال له كريس انه جايبه لواحده صاحبته جوزها مات من شهور. وبدا الراجل ده يشغل اغاني وعلى الصوت فجاه، وبدا يهجم على كريس وضربه واخد عربيه ومشي. وبنروح للو اللي بتكون معاها صور قديمه وهي صغيره، وبدات تحرقهم في المحرقه، وكان معاها شريط صور قديم مليان صور واللي بيكون بيتكلم عن احداث الثوره والشغب اللي حصل فيها زمان. وبنرجع لهانا واللي بتكون قاعده مع بنتها وبتكون عاوزه تصارحها وتقول لها ان ابوها مات ولكن ما بتقدرش، وبتقول لها ان ابوكي بيحبك وقريب جدا هيرجع تاني. وفي نفس الوقت بتكون لو بتكتب جواب غامض وبتقول فيه انها كتبت لصاحب الجواب البيت، وبتقول له ان موجود لحمه تكفي جاكس لمده شهر، وكمان سابت لها فلوس، وبتقول انها مش هتكتب اي سبب عن قراراتها. وكتبت كمان انها كويسه في حاجات ولكن كانت وحشه برضه في حاجات كتير. وبتكون هانا بتلعب مع بنتها في اوضه نومها لحد النور ما بيتقطع، وبتخرج في المطر وبتحاول انها تشغل الكهرباء تاني ولكن ما بتعرفش. وبتقرر انها تروح تشوف فصلات الكهرباء الرئيسيه، وبتكون بنتها شايفاها وهي بتبعد عن البيت. وبعدها بتسمع صوت غريب في البيت وعلى طول بتجري تستخبى، وبتشوف ان في حد بره بيحاول يفك أكرة الباب، وبيظهر خرطوم وبيخرج منه غاز جوه الاوضه. وبتكون وصلت هانا لوصلات الكهرباء ولكنها بتكون فاصله، فبتروح لكريس علشان يساعدها، وبتلاقي عربيته واقفه، ولما بتعدي من قدامها بتشوف كريس مربوط بايديه الاتنين وكمان مقتول. وهنا بتخاف على بنتها وبتجري بسرعه وبترجع بيتها، ولكن للاسف بتكون اتاخرت وبتلاقي البيت كله متبهدل وبنتها مش موجوده. وبتلاقي كتاب على السرير وجواه صور البنت مع ابوها. وبنروح للو بعد ما خلصت الجواب وقاعده على الكرسي وماسكه البندقيه على ولايه الانتحار، وقبل ما تاخد القرار وتدوس على الزناد بتظهر قدامها هانا واللي بتقول لها انها لازم تتصل بضابط الشرطه بسرعه. ولما بتسالها عن اللي حصل بتقول لها ان في حد قتل كريس وخطف بنتها، ولكن ما بتلاقيش اي حراره في التليفون بسبب العاصفه. وبتقول لها لو انها مستعده تروح معاها بعربيتها للشرطه. ولما خرجوا هما الاثنين وركبوا العربيه ما بتكونش عاوزه تشتغل، وبتخرج لو بتشوف الكبوت وبتتفاجئ ان في قنبله، وبتجري بسرعه هي وهانا وعلى طول بتنفجر العربيه. وبعدها بتقول لها هانا ان غالبا اللي خطفها ابوها فيليب، وبتقول لها انه كان جندي في القوات الخاصه وعمل اكتر من جريمه حرب في امريكا الوسطى، وكان بيستمتع بتعذيب الرهاين. ولما جم يقبضوا عليه فجر شقته، ومن وقتها بعتوا له شهاده الوفاه، بس هو في الاغلب لسه عايش. وبيروح عند بيتها وبتشوف له الغاز المنوم، وبيكون فيليب بيجر بنتها بعربيه صغيره واللي بيكون وقتها لابس خوذه غريبه جدا. وبيقرروا ان هم لازم يحاولوا ينقذوا فيه قبل ما ياخدها بره الغابه، لان الوضع هيبقى صعب جدا ومش هيقدروا ان هم يخرجوا من هنا بسبب ان مفيش عربيات ولا تليفونات. وبيظهر فيليب مع بنته في كوخ في الغابه وبيفكرها بنفسه عن طريق العاب كانوا بيلعبها هم صغيرين. وسالته عن امها وبيقول لها ان هي هتيجي ورانا، وبعدين بيجيب لها سماعات وبيلبسها لها، وبيشغل اغاني علشان ما تسمعش حاجه. وبعدها حد بيكلمه على سلكي وبيخرج يرد عليه،
وبيفضلوا يدوروا عليهم لحد ما بيلاقوا كوخ، وبتشوف لهم المنظار 2 واقفين على باب الكوخ. ولما بتشوفهم هانا بتقدر ان هي تتعرف عليهم وبتقول لها انهم توني وجيري وانهم كانوا بيخدموا مع فيليب، وقالت لها ان هم اشرار زيه. فقالت لها لو انها تفضل هنا واديتها البندقيه والسكينه علشان لو حصل اي حاجه تقدر ان هي تحمي نفسها. وقالت لجاكس يفضل معاها، وبدات ان هي تتحرك ناحيه الكوخ. وبعدين بتقلع الطاقيه بتاعتها وبتظبط شعرها وبتعمل نفسها انها مش قادره تمشي، وبتروح تقول لتوني انها تايهه وعاوزه تستريح علشان كانت بتدور على الكلب بتاعها، وانه بسبب العاصفه مش هتقدر تمشي في الجزيره. وعلى طول بيوافق ان هم يدخلوها، وبتعرف نفسها ان اسمها مارسا، وبيكون جيري شاكك في تصرفاتها. ولما بيسمعوا صوت كلب بتقول له ان ده الكلب بتاعها، ولما جت تقوم مسك ايديها وقال لها مش هتروح في اي مكان، ولكنها مسكت الطبق اللي قدامها وضربته بيه، وعلى طول استخبت في الترابيزه. ولما توني بدا يضرب عليها النار على طول طلعت مسدسها وقتلته. وبعدين بيظهر جيري وبيفضل يضرب النار عليها، ولكنها بتاخد علبه من الارض وبتضربه بيها، وعلى طول بيقع على الارض. وبعدها قربت منه وسالته هياخد البنت ويروح بيها على فين، وقال لها هياخدها ليجل باي، وبعدها بتقتله. وبتظهر هانا ومعاها البندقيه وسالتها قال لها حاجه قبل ما يموت ولا لا، فعلى طول هانا خبت عليها وقالت لها لا، وادتها شنطه وقالت لها فتشيها بره، ولقيت هانا جواها جهاز لاسلكي، وكانت عاوزه تتصل بالشرطه عن طريقه، ولكن لو رفضت وقالت لها ان ده ممكن ينبه فيليب ان الجهاز معانا. وبتسألها هانا ازاي جبتي كل المهارة دي في القتال، وقالت لها انها كانت بتخدم في الاستخبارات المركزية لمدة 26 سنة. وبعدها بيروحوا يكملوا طريقهم، وفي نفس الوقت بيكون فيليب قبله جسر ومش هيقدر ان هو يكمل ببنته بالعربية اللي معاهم، وبدأ ان هو يتعصب ويشتم، وبنته بتسمعه وبتكون خايفة منه جدا. وبنرجع لهانا ولو قرروا ان هم يقعدوا ويستريحوا شوية ويتدفوا علشان يقدروا ان هم يكملوا. وبتحكي لها هانا ان فيليب كان لطيف زمان وكان بيحبها، ولكن لما بيتعصب بيبقى وحش جدا وبيتخانق معاها كتير جدا، وكانت بتستخبى لما بيزعق، وانها كانت عارفه لو خدتها وهربت هيقتلهم هما الاتنين. وبعدين بيكملوا في طريقهم وبيلاقوا العربيه اللي فيليب سايبها، وبيعرفوا ان هم عدوا جسر مع انه خطر جدا. وبعد ما بيوصلوا لنهايته بيقعوا هما الاتنين، وبتحاول هانا تساعد لو تقومها، ولكن بتقول لها انا اقدر اساعد نفسي. وبعدين كملوا طريقهم لحد ما وصلوا لشط البحر، وبتقول لهانا انه اكيد خدها وهرب عن طريق البحر، ولكن لو قالت لها مستحيل حد يقدر يهرب من البحر وسط الموج والعاصفه دي. وبعدين شافوا سفينه مهجوره وراحوا يدوروا فيها على اي حاجه، وبيلاقوا دمية فيه واللي كانت بتلعب بيها. وبتفضل هانا تصرخ وتندى على بنتها، ولكن لو كتمت بقها وقالت لها ان ده فخ وهو عارف اننا ماشيين وراه. وبعدين قالت لها خدي اللاسلكي وروح على الهضبه وحاولي انك تتصلي براكن على 316، وحاولي انك تشرحي له المكان اللي احنا موجودين فيه. ولما بتمشي بتكون له معاها جواب لقيته في السفينه، واللي بيكون مكتوب فيه هنفضل مع بعض للابد. وبتكمل لو في طريق عكس طريق هانا لحد ما بتوصل للمكان فيه، وبتلاقيها نايمه وبتحاول انها تدور بالقناصه على فيليب، لكن للاسف ما بتلاقوش. وفي نفس الوقت ده بتكون هانا قدرت انها تتصل برانكن وبتعرفوا نفسها وبتقول له ان بنتها اتخطفت من ابوها. وبعدين الاشاره اتقطعت وبيتصل رانكن بالاسم وبيقول له ان هم عاوزين يتحركوا على بلاغ غريب من بنت مخطوفه من ابوها. وبتقرر له انها تروح بنفسها للبنت وتنقذها، وبيكون معاها بندقيه مسدس لحد ما بتلاقي فيليب من وراها وخلاها تنزل اسلحتها. واول ما وقف قدامها قالت له ازيك يا فيليب، وبص لها وبص لبنته وقال لها ما تقلقيش انا ضمنت انها تبقى نايمه علشان ما تشوفش اللي هعمله. وبيسالها ليه خنتيني، قالت له انها كانت عارفه انه هيلاقي هانا في يوم من الايام وانها كانت عاوزه تحميهم دايما، فقال لها كل اللي حصل ده بسببك انت، وان هانا اللي ساذجه ومش عارفه تفهم الكلام ده. فقالت له ان هانا ما تعرفش انا مين، قال لها لحد دلوقتي ما بتقدريش تقولي ان انا ابنك. فسالته انت بتخطط لايه وايه لازمتها المطارده دي، قال لها انت عارفه ان انا كنت في سن بنتي لما خدوني الايران، وانت حتى ما حاولتيش انك تنقذيني. قالت له انا لو كنت جيت وراك كانوا هياخدونا احنا الاثنين. فقال لها لا انت اللي فضلت وكاله الاستخبارات المركزيه على ابنك، لكنها قالت له ان انا انقذتك وخرجتك من ايران. قال لها وبعدها عملت ايه، خطفت مراتي وبنتي. لكنها قالت له انها كانت بتحميهم منه، وقالت له ان لسه الاوان ما فاتش، سيب بنتك معايا وامشي. لكن فيليب رفض. فقالت له امال عاوز ايه، عاوز تقتلني؟ اقتلني، انا كده كده كنت هموت نفسي وانا اساسا مش خايفه من الموت. بعد ما عرفت انك فجرت شقتك ومت قلت خلاص كده مراتك وبنتك في امان. وبعدها بتطلع السكينه من جيبها وبتهجم عليه وبتعوره في كتفه، وبيفضلوا يضربوا بعض لحد ما فيليب بيضربها بأداة حادة في كتفها وعلى طول بتقع على الارض. وبياخد بنته وبيقول لها استناك عند مناره وهاتي هانا وانت جايه. وبيجي اتصال رانكن في اسم الشرطه وبيبعتوا له صوره له عن طريق الفاكس، وبيقولوا له انه لازم يامن المكان اللي موجوده فيه ويتحافظ عليها، وخصوصا الخاطف لانه مطلوب القبض عليه من الامن الدولي.
وانه متهم بقتل مدنيين. وبيقرر رانك ان هو يروح يدور عليها بنفسه في الغابه عن طريق ايجل باي. وبتوصل هانا لو واللي بتلاقيها متعوره وبتحاول ان هي تساعدها وتعمل لها اسعافات اوليه، ولكن بتشوف في شنطتها صور لفيليب ومكتوب في ظهرها مرحبا امي جه الدور عليا. فبتسالها ايه ده، فقالت لها ان فيليب بيبقى ابنها وانها بتكون شغاله في وكاله الاستخبارات المركزيه. وفكرت هانا ان لو هي سبب في كل ده وانها سبب في كل اللي حصل لها وانها بتساعد فيليب في اللي عاوز يعمله، وبتقرر انها تسيبها وبتروح المناره لوحدها وترجع بنتها. ولكن بتفضل لو تقول لها انه فخ وبلاش تروح لوحدها، ولكنها ما بتسمعش كلامها. وبتكون لو تعبانه لحد ما بيجي الكلب بتاعها وبيجي ورا رانكن وبيدخل يساعدها، وعلى طول بيخرجها بره المكان اللي كانت نايمه فيه. وبيسالها ليه الاستخبارات المركزيه بتدور عليكي، فقالت له انها معاها مستندات بتثبت تورط الاستخبارات المركزيه في الانقلاب اللي حصل في ايران. وقالت له روح هات لي الاسعافات الاوليه من جوه. ولما دخل يجيبها وخرج لقاها خدت الموتوسيكل بتاعه وهربت بيه. وبنروح لهانا اللي بتوصل المنارة وبتشوف بنتها مع فيليب، وبتطلع لهم وبيكون معاهم مسدس. واول ما بتدخل وتشوفهم بيسالها فيليب عن لو وقالت له انها ما جاتش، وبتقول له انها عاوز تحضن بنتها وبيسيبها يحضنها. ولكن هانا قالت لها انها لازم تستخبى. ولما بتسيبها وبتطلب من ابوها ان هي تروح الحمام وبيوافق بس بيقول لها بسرعه. واول ما بتمشي بتطلع هانا مسدسها وبتهدده بيه، ولكن فيليب بيقول لها انها ما تقدرش تضرب عليه النار لانك لو كنت تقدر تضرب عليه النار كنت ضربت من زمان. ولما حاول ان هو يقرب منها ضربته برصاص في كتفه، ولما قربت منه مسك السلاح ووقع منه الرصاص وضربها في رجلها وعلى طول بتقع على الارض. ومسكها ولكنها قدرت انها تفلت منه وبتضربه بالسكينه في ايديه وهربت. وبسرعه نزلت تحت تدور على بنتها وبتتفاجئ انها بتلاقي في قنابل كتير جدا في قاعده المناره. ولما بتلاقي بنتها بتسمع صوت حد جاي وبتمسك حديده وبتستخبى، ولكنها بتتفاجئ انها لو. وقالت لها بسرعه خرجي بنتك من هنا. وبدات لو تفك كل اسلاك المتفجرات، وفي نفس الوقت بيكون فيليب نازل من على السلالم وبنته بتكون خرجت من المناره. وهنا قالت لها روح عند الشط. ولما بينزل فيليب بيشوف امه وهي واقفه تحت، وهنا بيقرر ان هو يقعد على الارض وبيقول بما اننا كلنا هنا لازم ننهي الموضوع مع بعض زي اي عيله. وبيخرج جهاز التحكم وبيدوس على زر التفجير، ولكن بيتفاجئ انها ما انفجرتش وبيفهم ان لو فصلت كل الاسلاك. وبيهربوا من الباب التاني وبيخرجوا بره المناره، وبتشوف طياره بتقرب منهم وبتقول لها انها لازم تهرب بسرعه لان الاستخبارات المركزيه بتدور عليها. وبيجيبوا عصايه طويله وبتعلق فيها سلك وبتوصله بجهاز اللاسلكي وبتفجر المناره كلها. وبتقول ان ده هلفت الطياره، وبعدين بتقول لهانا خدي بنتك وارجعي القريه وخدي كمان معاكي جاكس وانا هنا هقف لابني. وبتقول لها انا سبت لك رساله في البيت اتاكدي انك تقريها. وبعدها بتروح تقابل ابنها على الشط وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما فريد بيضربها بحديده في بطنها. وهنا مسكته له وحضنته وقالت له انها اسفه، وبينضرب عليهم النار من الطياره وبيقعوا هما الاثنين. وبعدها بنروح لهانا واللي بتكون شافت جواب له وعرفت انها سابت لها فلوسها كلها والبيت. وجالها 2 من الاستخبارات المركزيه وسالوها اذا كانت لو اتكلمت معاها عن اي مستندات سريه، ولكن هانا قالت لها لا ولو افتكرت حاجه هتتصل بيهم. وبعدها بتبيع هانا كل حاجه وبتاخد بنتها وبتخرج بره المدينه. وفي الطريق وهي في نفس السفينه بتشوف ان لو كانت واقفه معاها على نفس السفينه وبتراقبهم بالمنظار. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. لو عايز تسمع ملخصات جديده اكتب فيلم تشوب وسلام.